يسابق الاتحاد المغربي لكرة القدم الزمن لتأهيل مجموعة من المواهب المغربية التي تلعب في الدوريات الأوروبية بهدف استقطابها إلى المنتخب المغربي في المرحلة المقبلة. ويواصل المغرب جذب معظم المواهب المتألقة في منافسات الدوريات الأوروبية لقطع الطريق على منتخبات الإقامة، رغم أن المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق بالنظر إلى سياسة الإغراءات المعتمدة من قبل الاتحادات الكروية في أوروبا. فبعد نجاح المدرب وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب في إقناع بلال الخنوس لاعب جانك البلجيكي بالمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، وقبله محترف كتور، تمكن أخيرا من استقطاب موهبة جديدة والتي تتمثل باللاعب المهدي بوغامير لاعب فريق شارلوروا البلجيكي والذي لم يتجاوز عمره 19 سنة. وكشفت مصادر مقربة من اللاعب المذكور أن مدرب المنتخب معجب بالمستوى الكبير الذي ما زال يقدم الشاب المغربي في فريقه البلجيكي. وأضاف أن الاتحاد المغربي شرع في تأهيل اللاعب بوغامير حتى يكون جاهزا للمشاركة في مباريات المنتخب المغربي المقبلة. ومن المنتظر أن تشهد قائمة المنتخب المغربي لودية البرازيل والبيرو بعض التغييرات في التشكيل النهائي لمنتخب الأسود لأسباب فنية واضطرارية.